عاملين ايه؟ اشتركوا في قناة خالتة ياسمين البحري. كل سنة وانتم طيبين. باي باي. كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير وممكن تشتركوا في قناة خالته وكمان تتابعوها كتير. باي. السلام عليكم، ازيكم احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. اسفه والله جدا لتاخير الفيديوهات، كنت تعبانه جدا جدا، يعني من اول دخلة رمضان جالي دور برد غريب جدا، فخلي بالكم عشان الجو اليومين دول متقلب، واللي بيخفف هدومه مثلا يخفف الغطا اللي بيتغطى بيه بيلبس برد على طول. بدأت الفيديو بتاعي ان انا عملت الخشاف، بليت شوية بلح وتين ومشمشية، وحطيت عليهم مية سخنة وحطيتهم في علبة معدن وغطيتها، وهو بينزل السكر بتاعه. ورحت طلعت بقى نص كيلو من الكنافة. وشربات الكنافة ده عبارة عن كوبايتين من السكر على كوباية من المية ورش فانيليا وعصرة ليمونة، وهرفعها على النار. هيبقى شربات تقيل. وفي ناس بتعمله شربات متوسط، في ناس بتعمل الكنافة شربات متوسط عشان تطلع طرية شوية، انا بعمله شربات تقيل. تمام. الخلطة دي عبارة عن جوز هند وزبيب وفول سوداني متقشر. الكنافة لازم تكون مجمدة عشان اعرف افرفتها كده زي ما انتم شايفين. وحطيت لها كوباية سمنة، كوباية دي 200 ملي. هبتدي ان انا ادعكها كده بالسمنة، سمنة بلدي بقى، سمنة مخلطة، سمنة نباتي، اللي عندك اعمليه، بس هي بتبقى حلوة بالسمنة طبعا، مش هتنفع زيت خالص. هبتدي ان انا جبت صينية ألمونيوم، وبرضو كنت دهناها بسمنة من تحت. وهحط اول طبقة، ممكن تعمليها سادة خالص، بس انا زوجي اللي طالبها محشية بالخلطة دي. احط اول طبقة واجيب صينية اصغر شوية، وابتدي ان انا اضغط على الديسك الاولاني او الطبقة الاولانية بالصينية الصغيرة دي. ماشي. زي ما انتم شايفين، هحاول اضغط على قد ما اقدر يعني. واحط الحشوة، وممكن ما تحطيش الحشوة للاخر عشان بس ممكن ما تطلعش في الاطراف وتتحرق مثلا في الفرن ولا حاجة. وتنفع كمان بحشوة المهلبية. حطي الحشوة اللي انت عايزاها، يعني مش شرط اللي انا حطاها دي، ممكن مكسرات، ممكن من غير حشوة خالص، فبراحتك. هنضيف بقى الطبقة التانية وهنفردها كده، وهبتدي ان انا برضو اضغط عليها بالصينية الصغيرة دي. هي بتبقى صينية اصغر من الصينية اللي انت مستخدماها عشان نعرف نضغط عليها كده. زي ما انتم شايفين بسوي بس الاطراف، وانا اوريدي محمية الفرن، فهندخلها على فرن حرارة متوسطة لغاية ما الاقي الاطراف احمرت. واول ما الاطراف تحمر بطفي وبولع الشوايه لغايه ما ادتني اللون الحلو ده، وابتدي انزل عليها بالشربات. والشربات هنا كان دافي، كان ممكن تعمليه يبقى ساقع قبلها بيوم، بس انا عملته في نفس اليوم فكان دافي. بس انا بدأت بيه، يعني ابدأي بالشربات قبل ما تعملي الكنافة بحيث يكون دافي شوية. تمام. وممكن تحطي الشربات عادي يبقى بارد، فبراحتك. خلاص بدأت بقى الاكل بتاعي بالحلويات، قلت عشان ما يبقاش فيه بقى بصل وتوم وكده. وبعد كده دخلت على الاكل، فانا عملت النهارده اكله يعني عاديه جدا وسهله على اي واحده، ان احنا نعمل مكرونه وهنعمل شويه صلصه. حطيت الميه بتاعه المكرونه، واستخدمت هنا مكرونه سباكيتي، ودايما بقسمها ل3 او بقسمها ل2. في الكشري بقسمها 2، في العاديه بقسمها على 3. وهعمل بقى عصاج، لان انا هعمل كمان صينيه جلاش. فحطيت بقى شويه بصل في الحله كده، وحطيت له شويه فلفل رومي. انا بحب احبش كده العصاج، لان انا مستخدمه ربع كيلو لحمه بس، عشان كمان يكتر لي الكميه. فلفل اخضر، وممكن تحطي فلفل الوان. طماطمايه واحده بس ضربتها برضو في الكبه، وهحط معلقه صلصه بتديلي لون حلو قوي. هقلب معلقه الصلصه، لازم الصلصه المعلبه دي تتقلب شويه مع على النار كده على الحراره، عشان بس بيبقى فيها مواد حافظه. بعد كده هنزل بربع كيلو اللحمه، وهيكفي على فكره صينيه وزياده كمان. فتقليبه كده في العصاج. وفي ناس بتبدا بالعكس، يعني بتبدا باللحمه وتضيف فوقيها البصل وبقيه الاضافات، فانت براحتك. التوابل عندي العاديه خالص، ملح فلفل كمون وكزبره وشويه شطه وشويه سكر عشان الحموضه، عشان الصلصه اللي احنا حاطينها. كام تقليبه والعصاج بتلاقيه معاكي استوى على طول.
نبدا بقى دي لفه الجلاش. الجلاش مش عارفه ليه كان مقطع معايا، برغم ان انا ماما جايبهولي من عرفه الكنفاني اللي هو في السيده زينب، بس كان مفرفت خالص. ده هي لسه جايبهولي قبل رمضان بيومين، فما اعرفش مفرفت كده ليه. يعني انا بجيبه من عندنا في منطقتنا بيبقى طازه، فما بيبقاش كده. المهم ان انا مستخدمه صينيه استانلس، بس الافضل الصراحه الصينيه الالومنيوم بتوزع الحراره افضل. وهبتدي ان انا ما بين كل طبقتين 3، مش كل طبقه، كل طبقتين 3 نعمل مسحه سمنه. دي سمنه على زيت، دي مش سمنه بس، دي سمنه على شويه زيت. هاخد نص اللفه بالظبط، نص اللفه، هي دي اللفه دي نص كيلو، هاخد نصها من تحت اللي هي الطبقه الاولانيه، وفي النص هنحط الحشوه اللي انت عايزاها. انا مستخدمه عصاج، انت حطي الحشوه اللي انت عايزاها، فراخ، جبنه. بالجبنه على فكره بيبقى تحفه، يعني بالجبنه بيبقى خطير. وادي العصاج بتاعنا ربع كيلو لحمه بس، وعملت لي الصينيه العملاقه دي، متخيلين؟ كتروا بقى، ممكن انت كمان العصاج تحطي معاه خضار، يعني مش شرط برضو. انا حطيت بصل وفلفل رومي بس، حطي فلفل الوان، حطي معاه بسله وجزر. لا يعني بصوا الجلاش ده زي على كيفك كده اعمليه، بيطلع زي الفل. اكل النواشف برضو بيبقى حلو في رمضان، الواحد مش بيبقى قادر ياكل. خلصت الطبقات كلها، وابتديت اخر حبة سمنة على زيت حطيتهم من فوق على الوش كده زي ما انتم شايفين، واحاول ان انا افردهم بالفرشة. وهجيب السكينة وابتدي ان انا اعمل لهم تقطيعات كده قبل ما يخش الفرن. وكده كده بعد ما بيطلعوا انا بعيد على التقطيعات دي تاني، لان احنا هنسقيه دلوقتي، فالتقطيعات دي يعني هتختفي شوية يعني. وكمان عشان لما اجي اسقيه اللبن يدخل ليه من جوه. حطيت بيضه واحده بس، وممكن ما تحطيش بيض خالص، وكوبايه الا ربع لبن. وبصوا، ويعتبر كوبايه الا ربع شويه شوربه. دي كانت شوربه بط، كانت حلوه قوي. وحطيت شويه ملح وفلفل في البرطمان ده كده، ورحت مقلباه، وهبتدي ان انا اسقيه. اللبن عندي هنا زياده شويه، ممكن تقللي الكميه دي، بس هو طلع جميل وطلع طري. عايزاه يطلع مقرمش وطري من جوه، هتقللي الكميه اللي انا عاملاها دي، هتكتفي بكوبايه واحده بس، ممكن نصها لبن ونصها شوربه. لما يخش الفرن بقى ويبدا الاطراف برضو تحمر، بولع له الشوايه عشان عندي ما بيحمرش من فوق. وطلع كده زي ما انتم شايفين، وقطعته عشان اسيبه يهدى كده شويه لغايه ما نكمل بقيه الاكل. انا بقى بديله تقطيعه برضو بالسكينه، وبروح بعيد على التقطيعات دي بالمقص، بيطلع لك الخرطه بالظبط، يعني المقص بيظبطها جامد. ده مقص مطبخ طبعا، استخدامه في الاكل بس. تمام، فانا بعيد كده على التقطيعات كده بالمقص كده على السريع. باقي الاكل اللي عندي بقى، حمرت شويه لسان عصفور، وكان عندي برضو شوربه بط كانت تحفه بجد. اللسان عصفور بحب احط له زيت بس، ما بحبش احط سمنه. الصلصه اللي عندي صلصه عاديه جدا، لا حطيت لها لا توم ولا بصل عشان تبقى خفيفه. والتوابل ملح فلفل كمون وكزبره وشطه وشويه سكر. ومعلقه الصلصه دي برضو بتديلي لون وبتديلي قوام، عشان كده حطيت معلقه السكر دي عشان الحموضه. تقلبتين وهسيبها لغايه ما تتسبك. وادي الشوربه اللي عندي برضو سقيتها غلوه واحده بس، عشان الشوربه كانت بارده. اول ما تغلي هطفي عليها، ولسان عصفور كده هيستوي مع نفسه. خلصنا بقى ونبتدي نغرف. بدأت الاول بالجلاش، شايفين ماسك نفسه ازاي، بس هو طري زي ما قلت لكم. عايزين ناشف، هنقلل كميه السوائل. المكرونه بقى، انا بحب ان انا احط المكرونه المسلوقه لوحدها والصلصه لوحدها، فدي طريقتي انا بغرفها، يعني بيضه كده ومن فوق الصلصه. ودي السفره بتاعتي المتواضعه. والخشافه هو عندي صبيته زي ما انتم شايفين. يا رب تكون النهارده الفيديو عجبكم. كل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم يا رب. وجربوها، جربوا الجلاش بتاعي بالطريقه دي، هيعجبكم جدا جدا جدا. بعد الاكل بقى حليت بحته من الكنافه. الكنافه برضو طالعه جميله جدا، طالعه مقرمشه من بره وطريه من جوه. فقطعتها كده في شكل مثلثات، فطلعت لذيذه قوي، رغم ان انا بحبها ساده، بس طلعت حلوه قوي وعجبت ذوقي جدا. يلا كل سنه وانتم طيبين. احاول ما اتاخرش في الفيديوهات، بس عشان كنت تعبانه والله الفتره اللي فاتت. ورمضان كريم عليكم يا رب، وان شاء الله بقى اشوفكم في فيديو جديد. متنسوش اهم حاجه تدعموني باللايك والشير
سبسكرايب، واي استفسار او تعليق اكتبوا لي تحت في التعليقات. ويا رب يكون الجزء الاولاني من الفيديو عجبكم بتاع ريتال وسيبا من اختي، واشتركوا في القناه اهم حاجه، وتدعموني باللايك والشير. واشوفكم ان شاء الله بقى في فيديو جديد ووصفات جديده، ورمضان كريم عليكم جميعا، وكل سنه وانتم طيبين. سلام عليكم.